في مثل انجليزي بيقول when it rains it pours، يعني المصائب لا تأتي فرادى. طب ايه علاقة ده بفيلم بيت الروبي؟ خليك معايا لحد الآخر هقولك. اتفرجت على فيلم بيت الروبي في السينما. تعالوا اقول لكم رأيي بعد ما شفت الفيلم. الفيلم بيحكي عن ابراهيم الروبي واسرته اللي عايشين في مكان نائي بعيد عن القاهرة. المكان النائي فيه كل مظاهر الحياة البدائية الأورجانيك وما فيهوش أي نوع من أنواع التكنولوجيا. فلا الولاد معاهم موبايلات ولا الأسرة بتتفرج على تلفزيون، والحياة اللي عايشينها في المكان النائي ما فيهاش صخب المدينة ودوشتها. وباين قوي نمط الحياة الهادي في المدينة البعيدة دي، بشوارع فاضية ما فيهاش غير كريم عبد العزيز سايق لوحده في الشوارع. معظم الناس اللي موجودين حواليهم عارفين ابراهيم الروبي بالاسم. ايهاب اخو ابراهيم او كريم محمود عبد العزيز بيجيله من القاهره علشان محتاج مساعدته في حاجه معينه، وبيضطر ابراهيم ياخد اسرته الصغيره ويسافروا مع ايهاب القاهره علشان يحلوا المشكله دي. وفي خلال رحلتهم للقاهره اسره ابراهيم بيحصل لهم كالتشر شوك نتيجه الاختلاف الحضاري ما بين القاهره وما بين المكان النائي اللي كانوا عايشين فيه. ومن ضمن الحاجات دي تاثير السوشيال ميديا على المجتمع مع اسره بتكره السوشيال ميديا وما بتحبش تظهر قدام الكاميرا. القصة بسيطة ومباشرة وما فيهاش أي فزلكة ولا فرد عضلات لا من المخرج ولا من كتاب السيناريو، ودي عموما سمة من سمات أو خلينا نقول فلسفة المخرج بيتر ميمي لما بيجي يقدم فيلم للسينما. هو ما بيحبش يتفزلك ولا يديك معاني أكتر من اللي بتشوفها قدامك على الشاشة، وبيحاول يقدم خلطة ترفيهية خفيفة للمشاهد يخرج من بعدها مبسوط من الفيلم. افلام كلها مرحه خفيفه تصلح للمشاهده العائليه، ومش لازم الفيلم يكون غامض او له اكتر من معنى. هو المعنى اللي انت بتشوفه على الشاشه هو ده نفس المعنى اللي هو عايز المخرج يوصله لك. والفيلم هنا بيناقش مشاكل وسلبيات السوشيال ميديا على حياتنا كلنا، وازاي انها لما دخلت عرت ناس كتير جدا وكشفت عورات ناس كتير جدا، وخلت الناس بقت مكشوفه قصاد بعضها بشكل مش محبب. من الحاجات الملفتة جدا في الفيلم الكيمياء اللي ما بين ابطال. الحقيقه كل واحد كان محطوط في مكانه، الكاست كان هايل، ورغم ان كلهم لاول مره بيمثلوا مع بعض تقريبا لكن الكيمياء بتاعتهم كانت هايله، فتحس ان كانهم بيحبوا بعض بجد او كانهم عيله بحق وحقيقي. واعتقد ان الفضل في ده ما يرجعش بس لتوجيهات واختيارات المخرج بيتر ميمي، لكن لشخصيات ابطاله نفسهم اللي هي شخصيات مرحه وحبوبه بطبيعتها. انا بعتبر اختيار المخرج بيتر ميمي لكريم عبد العزيز عشان يلعب الدور ده اختيار ذكي وموفق جدا، لانه كريم عبد العزيز في حياته الشخصيه بعيد عن السوشيال ميديا وما بيحبش يظهر فيها كتير، علاقته بيها تقريبا شبه معدومه، وده اللي خلى كلامه على الشاشه يبان كانه هو طبيعي، كانه خارج فعلا من جواه. واعتقد ان راي ابراهيم في الفيلم ما يختلفش كتير عن راي كريم عبد العزيز. رايه فيها برضو انها بتكشف وتفضح ستر ناس كتير جدا لما بيساء استخدامها. نيجي للتمثيل في الفيلم. الحقيقه ان كل الممثلين في الفيلم ده اجتهدوا ان هم يطلعوا ادائهم بشكل طبيعي وتلقائي، بما فيهم الاطفال نفسهم. كل واحد فيهم محطوط في مكانه بالظبط. عجبني كمان اداء الاطفال في الفيلم ده، اداء طبيعي جدا ومميز، ومفيش لمضة الاطفال والحاجات اللي انت بتشوفها في الافلام اللي تحس انها مأفورين فيها. البنت طبيعيه ولذيذه ولطيفه وبتتكلم عادي جدا زيها زي اولادنا في البيت. في ناس كتير افتكرت ان الولد ابن كريم عبد العزيز بحقه حقيقي، والولد مش ابنه ولا حاجه، لكن ادائهم الطبيعي خلاك تحس ان هو ابوه فعلا. من الحاجات الحلوه قوي كمان في الفيلم حضور كريم عبد العزيز والكاريزما بتاعته. يخرب بيت كده، ايه الجمال ده، ايه المعلمه في الاداء دي. كريم عبد العزيز له مشهد ماستر سين في الفيلم، ايه الاداء العالي والاحساس الراقي ده، حقيقي استاذ. وفي نقطه ايجابيه جدا في موضوع ضيوف الشرف في الفيلم ده، مش بس ان هم متوظفين صح وكل واحد موجود في مكانه بالشكل سليم، لكن كمان التزاجه في الاختيارات بتاعتهم. كل معظمهم وشوش احنا ما شفناهاش بقالنا فتره طويله جدا على شاشه السينما، زي ساره عبد الرحمن ومصطفى ابو سريع اللي فعلا كان حضوره مميز والكوميديا بتاعته مختلفه عن الكوميديا السائده في السوق. ولما كان بيظهر على الشاشه كان حضوره له بهجه، وهتلاقي نفسك بتضحك لوحدك وتبتسم لما بتشوف مصطفى ابو سريع على الشاشه. نيجي للشخصيات في الفيلم. السيناريو الحقيقه اهتم برسم الشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم، وهو ابراهيم ودكتوره ايمان زوجته، لكن ما اهتمش برسم بقيه الشخصيات، وما اهتمش يعرفنا الهيستوري بتاعت الشخصيات دي عامله ازاي. وانا بقصد هنا تحديدا شخصيه بهيره او طارق عماد اللي هي مرات ايهاب اللي هو اخو ابراهيم. ومش عارف اذا كانت دي مقصوده من صناع الفيلم انه يخلوا الشخصيه مسطحه وسطحيه ملهاش اي ابعاد دراميه، ولا دي كانت لهوجه وسرعه منهم في الكتابه فما قدروش يخدموا الشخصيه دي بشكل كافي. في مجموعه من علامات الاستفهام موجوده في الفيلم، والسيناريو ما قدرش يدينا اجابات عن كل علامات الاستفهام دي. يعني مثلا ايه هي طبيعه شغل ابراهيم في المكان النائي اللي كان عايش فيه ده؟
من سياق الفيلم فهمنا ان ابراهيم متخصص في الزراعه او بيعمل ابحاث على التربه او الكلام ده. لكن ايه اللي كان بيعمله في المكان النائي ده وايه هي طبيعه شغله هناك؟ السيناريو ما جاوبلناش على السؤال ده. كمان على حسب السيناريو العلاقه ما بين الاخين ايهاب وابراهيم علاقه قويه ومترابطه جدا. فازاي الاخ الكبير ابراهيم ما يروحش يحضر فرح اخوه ولا يشوف عروسته لفتره طويله جدا، لدرجه انه اول مره بيشوف مرات اخوه فيها بيشوفها وهي حامل في الشهر السادس. فده برضو جزء مش منطقي في الاحداث. كمان المنطقه النائيه اللي كانوا عايشين فيها السيناريو ما اهتمش بيها ولا خدمها بشكل كافي. يعني لا هم ورونا يوميات العيال دي عامله ازاي، ولا بتروح المدارس ازاي، ولا الاكتيفيتي اليوميه بتاعتهم شكلها عامل ايه. وبتهيألي دي كانت جزئيه مهمه ومطلوبه علشان المخرج يعمق الاختلاف ما بين المكان النائي اللي كانوا عايشين فيه وما بين الدوشه والصخب اللي موجود في القاهره. ورساله الفيلم اللي عايز يوصلها لنا ان السوشيال ميديا زيها زي صندوق بندوره اللي لما اتفتحت معاها كل الشرور. وده بالظبط اللي حصل لبطل الفيلم. اول ما دخل عالم السوشيال ميديا كل المصايب نزلت ترف على دماغه. ولان المصائب لا تاتي فرادى او when it rains it pours، المخرج استخدم المطره عشان يوصل لنا المعنى ده. واللي هيتفرج فيكم على بيت الروبي هيفهم قصدي لما يشوف المشهد الاخير في الفيلم. في الاخر فيلم بيت الروبي فيلم يصلح للمشاهده العائليه، فيلم لطيف هتخرج منه مبسوط، فيلم يمكن ما يكونش فيلم عيد زي ما ناس كتير قالت، لكن هو فيلم هيعيش في ذاكره السينما لفتره طويله، فيلم يليق بتاريخ كريم عبد العزيز، يعد بدايه انطلاقه لكريم محمود عبد العزيز. لو عجبك الفيديو دوس لايك وانزل خد لك لفه في الفيديوهات الموجوده. لو عجبتك اشترك في القناه.